استغفر الله العظيم يا برنس. صباح الخير يا برنس، صباح الخير. النهارده يا برنس النادي الاهلي هيلعب وهيرجع تاني نادينا الحبيب، هنشوفه بيلعب في الدوري، ولكن النهارده ماتش رخم امام البنك الاهلي. فرقه الصراحه يعني استغفر الله العظيم يا برنس بتكرهك في الكوره يا جدع، ولكن يا برنس هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته وادي ماتشات الدوري، ولكن الاهلي مع جدي كالاريرو ليه كلام تاني. ولكن يا برنس كده في بدايه الكلام هقول لك تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع البنك الاهلي. اول مباراه يا برنس جمعتنا ما بينه وما بين البنك الاهلي اتعادلنا 0-0. تاني مباراه يا برنس اتعادلنا 1-1، استغفر الله العظيم يا جدع. تالت مباراه يا برنس كسبنا 1-0 بالعافيه، يعني كسبنا 1-0 بالعافيه. رابع مباراه يا برنس نكسب نتعادل برضه، نتعادل 1-1 يا دي النيله. وبعد كده يا برنس المباراه اللي بعديها برضه تعادلنا 0-0. وبعد كده يا برنس اخر مباراه جمعتنا وجمعت البنك الاهلي بينا وبين بعض كده كسبنا 1-0. ولكن الاهلي مع جدي كاراريرو غير، وباذن الله هندخل النهارده البنك الاهلي في لسته الثلاثات، وباذن الله ندخلهم النهارده في لسته الثلاثات. ليه؟ عشان فرقه البنك الاهلي ديت فرقه رخمه، فرقه رزله مع كل احترامنا برضو ليها، ولكن فرقه بلغه الكوره فرقه رخمه جدا، يعني تكرهك في الكوره، تكرهك وانت قاعد بتتفرج كده يعني الصراحه يعني. ولكن التشكيل المتوقع كده من وجهه نظري المتواضعه امام البنك الاهلي الرخم دوت يا برنس، هيبقى عندك الشناوي في حراسه المرمى، 2 قلب دفاع هيكون ياسر وعبد المنعم، ناحيه اليمين هيكون محمد هاني، ناحيه الشمال هيكون علي معلول، 3 في نص الملعب هيكون اليو ديانج، مروان عطيه، قفشه او القندوسي ماشي، او ممكن حمدي فتحي، ولكن حمدي فتحي يستبعدوا من الحوار اليومين دول ماشي. اما خط الهجوم هيكون بيرتس تاو ناحيه اليمين، عبد القادر ناحيه الشمال، وفي الهجوم كهربا. ده التشكيل يعني متوقع بنسبه 80% كده من وجهه نظري، وانت برضو خش في الثلاث قول لي برضو من وجهه نظرك التشكيل يا برنس. ولكن باذن الله نكسب، باذن الله نكسب، عشان عاوزين نريح دماغنا من الدوري بقى، عاوزين نريح دماغنا بقى وناخد الدوري بقى ونستعد كده بقى للموسم الجديد، المدعكه والمطحنه كله. ده الموسم الجديد فيه اللعبكه كلها بقى، في كاس عالم، في دوري ابطال افريقيا، في سوبر، في ليله في الموسم الجديد. فاحنا لازم نخلص على الدوري بدري كده، نفوق نفسينا. ولكن عاوز اقول لك برضو النهارده اللي احنا يا برنس هنبعد عن طريق السنغال، هنبعد عن طريق السنغال يا برنس في كاس العالم او في تصفيات كاس العالم رسميا يا برنس. منتخب مصر التصنيف بتاعهم او بتاع الشهر دوت الحمد لله يا برنس نزل، وده التصنيف الاخير عشان القرعه يا برنس بتاعت كاس العالم او التصفيات. لو ما يعملوا القرعه بقى يقول لك انت هتقع في مجموعه مين في التصفيات ولا هتبقى مؤهله لكاس العالم 2026. منتخب مصر ال 34 على مستوى العالم والخامس افريقيا، يعني كده يا برنس منتخب مصر في التصنيف الاول في افريقيا. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله. بعدنا عن طريق السنغال، بعدنا عن طريق السنغال يا جدعان. فين ايام ما كنا المنتخب الوطني ده تصنيفه التاسع على مستوى العالم؟ فين ايام ما كنا بننيم افريقيا من المغرب؟ فين يا ناس؟ ولكن ادي الله وادي حكمته. ولكن يا برنس باذن الله هنتاهل، يعني عاوز ايه تاني؟ يعني عاوز نسهلها لك اكتر من كده ايه؟ وباذن الله يا برنس نكسب ونتاهل يا برنس. ده خبر النهارده ودوت يا برنس. قلت لك التشكيل وقلت لك تاريخ المواجهات بتاع النادي الاهلي امام البنك الاهلي، وعاوزك في التعليقات تدعي وتقول يا رب الاهلي يكسب النهارده البنك الاهلي.